بوريكم نوادر ما تشوفها في حياتك. شوفوا المدخل شوي حبيبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء ما تشوفه نهائيا. كادنزا 17 0 ما شاء الله تبارك الرحمن. هذول السيارات اللي ما حد صدق انها موجودات للآن. بسم الله لا اله الا الله. 14 كيلو ما شاء الله. هذه الأولى، هذه الثانية. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. 22 كيلو أصفار بطاقة جمركية. هذا لا قالوا لك نوادر النوادر ما شاء الله. والله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. واخذنا المخزنة ما شاء الله تبارك الرحمن، عداد 14 كيلو. متحسف على الغبار الصراحة، لكن لازم نغسلها عشان نركب عليه BBF كامل ونرجع نوقفها. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعم حالة الأصفار لأن السيارة أصفر ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. جديد. جهزنا أوراقها ما شاء الله تبارك الرحمن، بس للأسف أن لازم نغسل السيارة عشان نوديها الفحص الدوري، نفحصها ونصدر استمارتها ولوحاتها بكرة إن شاء الله. والله أني متحسف على الغبار، لكن الشكوى لله ما شاء الله تبارك الرحمن. ترجع تجمع غبار مرة ثانية. وهذه آخر نظرة لها بدون الغبار ما شاء الله تبارك الرحمن من غير شر. رشينا وجهين صابون لين طيحنا كل الغبار، والآن الموية. لا إله إلا الله ما شاء الله. انقطعت وما صورت لكم أي شيء للكادنزا. التحديثات أنا فحصناها فحص دوري وأصدرنا لوحاتها. واللي يقول إن السيارة مستوردة، هذه بطاقتها الجمركية برقم الشاصي من الجبر. وكذا خلاص أصدرنا اللوحات. الحين أصور لكم بعض تفاصيل السيارة على السريع. السيارة طبعا واقفة مستودع، ما جاها شمس نهائيا. وهذه فرشاتها كاملة وأغراض الوكالة بالكامل، والسبير طبعا أكياس الأرضية بالكامل موجودة. يا جماعة ما شاء الله يا ريحة الوكالة حقت الكيا ما شاء الله. طبعا واللي يسألون هم ثنتين، واخذنا واحدة والثانية ما هي للبيع نهائيا. صاحبها رفض البيع، قال ببيع واحدة فقط. والواحدة المبروكة اللي اخذناها عاد بنجدول عليها BBF وبنوقفها ونكمل تخزينها. واللي يبي يستمتع بالجداول حياك بالاصفر تشوف كل شيء جديد. بأيام هالكادنزا كانت تخوف هذولي. الحين بنعطيها غسلة بس محترمة عشان لو وديناها مكانها اللي بتوقف فيه. الآن مع أجمل فقرة، بنطلع الكابرس من مكانه وبنوقف الكادنزا وبنحط عليها الحماية للكفرات. طلع المزيون بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه هي حماية الكفرات. طبعا الحين بس أدق ريوس تطلع السيارة هنا، والتقويسة هذه اللي تحمي الكفر من التحبيل عشان ما تصير واقفة ويصير محبل الكفر من تحت، يصير حماية للكفر ما تخرب كفراته. وكذا خلاص ثبتناها وركبت على السيارة، توقف ولا تخاف على كفراتها ولا شيء. كذا نقول حتى إشعار آخر.